السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد النهاردة، وهنشوف مع بعض تتبيلة الفخدة الضاني في الفرن. يا رب إن شاء الله الوصفة تعجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا له شير مع أصدقائكم. ولو كنتوا جداد معايا في القناة يا ريت تشتركوا. القناة هدفها هو تيسير الوقت على ست البيت، سواء كانت بتشتغل سواء كانت مع أطفال صغيرين. زي ما انتوا شايفين هنبدأ دلوقتي مع بصلة كبيرة بقطعها بحطها في الكبة، وببتدي أضيف عليها بقى يعني الخضار بقى، فلفل أحمر وفلفل أخضر، وبرضو بحط لها فصين توم. وده بيكون الأساسي في أي تتبيلة أنا بعملها، سواء كانت المشويات سواء كانت حاجة بتتحط في الفرن، ده بيكون الأساسي عندي. بحط لها زي ما انتوا شايفين فصين الثوم، وبعدين هبدأ بقى ان انا اخلط البصل مع الثوم مع الفلفل لحد ما يوصل يعني في ناس بتحب الخلطة ناعمة، في ناس بتحبها خشنة شوية، فعلى حسب ذوقكم زي ما انتوا عاوزين. انا بعملها يعني تقريبا وسط، ما بتكونش ناعمة قوي ولا خشنة قوي. وبعدين لما بتوصل للدرجة اللي انا عاوزاها في ان هي تكون متقطعة يعني صغير، ببتدي بقى اضيف عليها بقية الاضافات اللي هنشوفها مع بعض. طبعا ابني لازم يجي يحط بصمة ايده في اي اكلة بعملها، هو حابب ان هو يكون شيف لما يكبر، فدعواتكم ان شاء الله ان هو يكون شيف مشهور. فاديني هوت لسه بخلط فيها، وبعدين هنبتدي بقى نفضيها في العلبة او الطبق البلاستيك بتاعي عشان خاطر اضيف عليها الاضافات بتاعتي. فاهم حاجة في اي وصفة هتحطيها في الفرن علشان ما تنشفش منك، تحط لها معلقة زبادي ومعلقتين زيت زيتون، او لو حابة تحطي مثلا معلقة سمنة تستغني عن الزيت الزيتون بمعلقة سمنة. عايزة تحطي برضو زيت نباتي زي ما تحبي، بس المهم ان هي يكون فيها مادة دهنية. في ناس بتستعمل برضو زيت جوز الهند لو الناس بقى عاملة دايت واكل صحي وكده. زيت الزيتون برضو اكلة قصدي زيت صحي. فزي ما انتوا شايفين اهوت انا فضيت الخلطة بتاعتي، وهبتدي بقى اضيف عليها البهارات والملح والفلفل عشان احضرها. فبحط ملح، انا بستعمل دايما الملح الصخري اللي هو بيبقى لونه وردي شوية، وده اساسي معايا في كل اكلة. وكمان بستعمل فلفل اسود، انا بفضل اللي هي المطحنة دي، لانها لما بتجرش الحاجة كده خصوصا كمان الفلفل الاسود بتخليه ليه ريحة كده غير اللي هو مطحون جاهز يعني. وببتدي احط ملح وفلفل وجنزبيل، اهو ابني جاب الجنزبيل والقرفة. وبحط لو عندك بقى زعتر، لو عندك ريحان ناشف برضو، نعناع ناشف، كل الحاجات اللي هي العطرية دي بتدي طعم جميل اوي للأكلة. والتتبيلة بتكون يعني ريحتها وهي في الفرن تحفة. فبحط كمان جوز الطيب، بحط كمون، معلقة صغيرة قوي كزبرة ناشفة. وفي الاخر بقى بجيب الحاجات اللي هي بقى بتحافظ على طراوة اللحمة، اللي هي زي ما انا قلت الزبادي، بجيب معلقة زبادي يوناني. لو عندك برضو كريمة الطبخ ممكن تحطي كريمة طبخ، انا بحط اهو مية الزبادي وكمان معلقة او 2 من الزبادي اليوناني. فبنحط بقى الحاجات ديت، وكمان في الاخر خالص لو انتي حابة تزودي نص ليمونة برضو، كل ده بيدي ريحة حلوة قوي. وبتقدري تعملي التتبيلة دي وتتبلي بيها اللحمة او الفراخ وتسيبيها ساعتين قبل ما تحطيها في الفرن، بتبقى روعة وبتخلي ريحة البيت كله والأكلة طعمها تحفة يعني.
ادي زيت الزيتون، بحط تقريبا معلقة كبيرة زي ما انتم شايفين. وبنبدأ بقى نخلط كل الحاجات ديت مع بعض. بحط نسيت اقول لكم، هحط كمان يعني معلقتين خل ابيض. وبنبتدي بقى نخلط كل ده كده مع بعضه، ونعمل نبتدي نجهز بقى اللحمة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين اهو، حطيت كمان معلقة صلصة من اللي هي في البرطمانات الازاز. ممكن تضيفيها ممكن ما تضيفيهاش لو انت بتحبي الحاجة لونها ابيض. لو انت حبها فيها احمرار شوية برضو، يعني كل الحاجات بقى اللي في الاخر دي يعني ممكن تضيفيها ممكن لا، بس اهم حاجة هي الزيت الزيتون والزبادي. طبعا البهارات على حسب الملح زي ما انت عاوزة، الحاجات التانية دي زي ما انت عاوزة تضيفي بقى زعتر ما تضيفيش، كل دي حاجات يعني ممكن تبديلها وممكن الاستغناء عنها. بعد ما بنخلطها كده كويس هنعصر عليها نص ليمونة صغيرة علشان تديها برضو ريحة. وبكده بتكون التتبيلة بتاعتنا خلصت وجاهزة. هبتدي بقى ان انا احضر الفخدة بتاعتي. بجيب هتشوفوا دلوقتي معايا، بجيب قارب، لو انتي عندك قارب اكبر يكون احسن. اهو زي ما انتم شايفين الخلطة اهي بعد ما خلصت ده شكلها. وطبعا ديت ممكن اللي يفيد منها انا اشيله لحاجة تانية. اديني اهو جبت القارب بتاع الفرن. اهم حاجة انك انتي لما تحطي الفويل تخلي الناحية المطفية هي اللي ناحية الاكل، والناحية اللي بتلمع لبره، لان الناحية المطفية هي اللي بتحتفظ بالحرارة لجوه. فلو انتي عملتي العكس وخليتي الناحية اللي بتلمع هي اللي من جوه، فكده انتي يعني بتقللي ان الورق الفويل يمتص الحرارة ويسويلك الاكل بسرعة. فبتخلي الناحية المطفية من على ناحية الاكل، واللي بتلمع من بره ناحية الصينية. وبتبتدي تعملي فتحات كده في اللحمة، او لو حتى بتعملي فراخ مشوية برضو بتبتدي تعملي فتحات كده وتدخلي فيها التتبيلة بتاعتك، وتحاولي تتأكدي ان هي كل حتة فيها اتبلت. ممكن بقى تسيبيها ليلة كاملة في التتبيلة ديت في التلاجة لو انتي عندك وقت، يعني لو في يومها سيبيها ساعة ساعتين قبلها قبل ما تحطيها في الفرن. وبتكملي بقى زي ما احنا شايفين، بتكملي انك انتي تعملي فيها فتحات وتتأكدي ان التتبيلة دخلت فيها كلها وتشربت بيها كلها. وبمجرد ما بتتغطى كلها بالتتبيلة زي ما احنا شايفين، ببتدي بقى ان انا اعمل الخطوة اللي بعد كده، هي اني بضيف بقى خضار. ممكن تضيفي معاها بطاطس، بتطلع برضو جميلة قوي. بس طبعا تخلي بالك البطاطس بقى انا بحطها كبيرة، قطع كبيرة، عشان خاطر الفخدة بتاخد وقت كتير قوي في الفرن علشان تستوي كويس. فانا تقريبا بتاخد معايا 3 ساعات ونص في الفرن على اعلى درجة حرارة. ولو عندك خضار تاني عايزة تحطي جزر، عايزة تحطي خضار مشكل، انا هنا عندي كيس خضار مشكل اهوت، بسلة على جزر على بروكلي على كرنبيط، فبرضو دوت ضفته يعني، وكان في شوية صغيرين ضفتهم مع البطاطس. الخطوة بقى المهمة جدا وهي تغطية القارب بقى. بعد ما حطينا كل الحاجات دي لازم تتأكدي كويس قوي انك بتغطيه. برضو حطيت اهوت حوالي نص كوباية مية علشان ما تنشفش مني في الفرن، لان زي ما قلت لكم بقى دخلها حوالي 3 ساعات ونص. بتحطي بقى الفويل بتاعك كل ما تكمريها وما تخليش فيها اي فتحات من اي ناحية، ده بيخليها تستوي اسرع ما بتنشفش. فكل ما تحطي طبقات من الفويل بيكون احسن علشان تتأكدي ان السخونية جواها ما طلعتش منها حاجة كده او كده. فاي حاجة ليها قبة كده انا بحاول اغطيها ما خليهاش تنفس اي هوا منها يدخل جواها او كده. بنحطها بقى في الفرن، وادي شكلها بعد ما طلعت بعد 3 ساعات ونص. اتمنى الفيديو عجبكم والسلام عليكم.